أنا بصراحة لحد اليوم ما أقدر أنسى اليوم هذا، اليوم اللي غير حياتي كلها من غير ما أكون مخططة لأي شيء. كنت في القطار رايحة من المنوفية لأسوان أزور أختي. المسافة طويلة مرة، فقلت أقوم أدخل الحمام أروق على نفسي شوية قبل ما أكمل السكة. وأنا داخلة الحمام تفاجأت في شاب واقف جوه، شكله مرتبك ومكسوف. قال لي بسرعة: أنا آسف والله، كان معايا تذكرة وكنت مستخبي هنا، سامحيني. قلبي انخض أول شي، بس وجهه كان باين عليه الصدق، ما في خبص ولا شيء يخوف. قلت له: بس كده ما ينفع، ممكن الكمسر يدخل ونتبهدل إحنا الاتنين. رد عليا بهدوء وقال: أنا ما راح أذيكي، أقسم بالله يستني لين يعدي الكمسري وبعدها أطلع على طول. أنا وقفت بعيد ننتظر اللحظة تعدي. مرت دقايق ثقيلة، بس الحمد لله عدت على خير. الكمسري ما عدى، والشرب فعلا كان يحترم جدا. وفجأة قال لي: على فكرة ريحتك حلوة وشكلك طيب. ضحكت وقلت له: يعني جالس تعطيني مجاملة كده على السريع؟ قال: أنا بس كنت محتاجة أتكلم مع أحد وحاسس إنك مختلفة. وبدينا نتكلم. قال لي اسمه كريم ورايح لأسوان يدور على شغل، ومحفظته ضاعت وما كان معاه ولا ريال، وكان مكسوف يحكي لأحد أو يطلب مساعدة. قلت له: طيب لا تشيل هم، أنا بدفع لك التذكرة. رفض بالبداية، بس بعد محايلة وافق. وطلعنا من الحمام ورحنا قاعد جنبي في الكرسي، وقعدنا نتكلم طول الطريق. ما حسيت بالوقت أبد، كان دمه خفيف وكلامه فيه ذوق وأدب. ولما وصلنا أسوان رحت عند أختي، وبعد يومين رنيت عليه، ومن هنا بدأت حكايتنا. صرنا نطلع سوا ونتكلم بالساعات، واكتشفت فيه أشياء كتيرة حلوة. إنسان بسيط محترم مكافح وعنده حلم. وبعد شهور من التعارف اتزوجنا، ومن يومها وأنا حاسة إن اليوم اللي دخلت فيه الحمام في القطار كان بداية لحكاية عمري. اليوم إحنا متزوجين وعندنا طفل زي القمر سميناه محمود، وربنا كرمنا بحياة هادية ومستقرة. وأنا سعيدة إني آمنت إن الخير لسه موجود، وإن الصدفة الحلوة ممكن تغير حياتك كلها. النهاية، أتمنى تكون حكايتي عجبتكم، ولو تحبون القصص الواقعية اللي من قلب الحياة لا تنسون تشتركوني في قناتي علشان دايما تلقون عندنا كل جديد ومشوق. أشوفكم في حكاية ثانية، مع السلامة.